مساء الورد. ان شاء الله اليوم رح نعمل معكم طبق لذيذ جدا وسهل ومكوناته بسيطة كتير. رح نعمل كفتة السمك. رح نحتاج لفيليه سمك مسلوق نص سلقة، اي فيليه انتو بتفضلوه، مش مهم النوع. انا سلقته بالمي عادي زي ما بتسلقوا اي شي تاني، مع معلقتين كبار خل ونص معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة كمون. وكمان رح نحتاج لنص كيلو بطاطا مسلوقة. السمك يعادل البطاطا، يعني إذا عملنا نص كيلو سمك لازم ناخد نص كيلو بطاطا. بصلة، فلفل صغير هذا حسب الاختيار إذا بتحبوه حار، 3 فصوص ثوم صغيرة، ونص يعني حزمة بقدونس، وكم عرق من الشبت. بهاراتنا هي كمون، بهارات سمك، فلفل أسود، بابريكا حارة وباردة، وملح، نص معلقة صغيرة من كل نوع. للتغطية لوقت القلي رح نحتاج لبيض وطحين، بقسماط اللي هو الخبز المجفف المطحون. هلا رح نطحن السمك مع كل هالمواد مع البهارات. رح نخلي جزء من البهارات للتغطية. ممكن تطحنوها على ماكينة اللحم العادية اللي بنعمل عليها الكبة أو اللحمة المفرومة، وممكن بالفود بروسيسور كمان عادي بتنجح. أنا بفضل ماكينة اللحمة، بتعطي نتيجة أفضل. هيك عجينة الكفتة عنا صارت جاهزة. هلأ بنتركها شوي بس ترتاح 10 دقايق ونبلش نشكل فيها. هي بعد ما شكلتهم بهالشكل. طبعا بتقدروا تعملهم اصابع بالطريقه اللي بتعجبكم. انا عملتهم بقالب هالفلافل هاد. عادي اذا موجود عندكم استخدموه، اذا مش موجود عادي اعملوا بايديكم كبة عادية، ما في اي مشكلة. بس هيك بيطلع ارتب وكلهم نفس الشيء. هلا شكلت كل الكمية. عملت كمان شكل تاني بايدي بهالطريقة، هي اصابع. هلا بحطهم بالطحين، بعديها بالبيض، واخر شي بعد البيض بنحطهم بالبقسماط او بنرتبهم على جنب لوقت القلي. زي ما قلت لكم اول شي بالطحين، بعديها في البيض. زي ما قلت لكم اول اشي بنحطها بالطحين بهالشكل، بعديها بالبيض. خلصت كل الكمية. طبعا هالكمية كتير كبيرة علينا، فاحنا يعني راح احط قسم منها بالفريزر عادي. كتير ممتازة، بتطلعوها وبتستخدموها وقت ما بدكم. خلينا نقلي ونشوف كيف رح نقدمها. هيك لونهم كتير ممتاز. هاي طبقنا صار جاهز. طيب كتير ولذيذ، بتمنى يعجبكم، جربوه. اشتركوا بالقناة تبع التليجرام. اذا ما فتح معكم الرابط ابعتولي على الخاص، ان شاء الله ببعث لكم الرابط تبع القناة.